هلو يا بنات، النهاردة بقى هنعمل مع بعض اسهل طريقة سموكي اي شادو ممكن تعمليها في الدنيا. هنعمل السموكي الاي شادو الاسود كمان اللي هو صعب جدا بلونين بس، وكمان الدمج هيطلع بيرفكت. اول حاجة حطيت كونسيلر للعيون وثبته كويس قوي، وبعد كده ابتديت بقى اخد بنسل براش بس صغيرة شوية، وابتديت احط فيها اللون الاسود من باليت جاكلين هيل. ابتديت بقى اخد اللون وبزود واحدة واحدة لحد ما اللون معايا يبقى اسود قوي. ببتدي اطبطب اللون، يعني احط على العيون وابتدي اخد من اللون واحط تاني. دلوقتي بقى استخدمت براش، برضو بنسل براش بس اصغر شوية من اللي انا كنت ماسكاها. ابتديت اخد اللون البني ومن الاطراف بتاعة الاي شادو الاسود ببتدي اعمل بلند. انا عايزاكم تاخدوا وقتكم كويس قوي في البلندنج بتاع الاي شادو، ما تستعجليش. وزي ما انتوا شايفين انا كل ما بعمل بلند باللون البني واحس ان اللون الاسود ابتدى يروح معايا شوية، باخد نفس البروش اللي انا حطيت بيها الاسود وبعد كده بزود، وانا بزود اللون بعمل بلند. دلوقتي بقى بدمج الاطراف برضو مع بعض بنفس اللون البني اللي انا اخدته. في الاخر خالص قبل ما باجي عند الحواجب كده شوية ابتديت اخد لون فاتح شوية بني، افتح درجة فيه وبعمل بلند من عند الحاجب من فوق. شايفين اصلا دمج الاي شادو ازاي؟ شايفين النظافة بتاعته؟ اهم حاجة النظافة بتاعت الاي شادو. وطبعا علشان اظبط الرسمة بتاعتي اخدت الجونسون والكوتون بان علشان اعمل بيها التحديد اللي هو تحديد الاي شادو من بره بالشكل ده. واخدت لون شمر على فضي كده شوية وحطيتهم تحت الحاجب. شايفين بقى ايه الحلاوة؟ شايفين دمج الاي شادو عامل ازاي والنظافة بتاعته؟ اهم حاجة تطلعي الدمج بتاعك والشغل بتاعك يبقى نظيف. شايفين الالوان كلها داخلة في بعض ومفيش اي لون فاصل عن التاني ازاي؟ وهنا اكون ركبت الرموش، ودلوقتي بعمل الوينج بتاع الايلاينر. بجد يا بنات خطير. يعني انا عايزاكم بس تكتبولي في الكومنت ايه رأيكم في اللوك بتاع العيون ده. خليجي على الاخر، لوك قوي قوي. في بنات بتحب اللوكات دي، انا من البنات اللي بتحب اللوكات دي قوي 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 وبميل ليها. وانا ما عنديش مشكلة اعمل سموكي في كل مناسباتي، يعني انا لو اعمل سموكي في كل مناسباتي ما عنديش اي مشكلة. بس اهم حاجة يا رب يكون الشرح بسيط عليكم، وان شاء الله كلكم تعرفوا تطبقوا نفس الميك اب وبنفس النظافه بتاعه الدمج الاي شادو. وزي ما قلت لك ما تستعجليش خالص في الدمج. دلوقتي بقى انا ببتدي هاخد بنسل براش كده وهبتدي احط لون اسود من تحت. هبتدي بقى احط لون اسود وبعديها لون البني وبسحب على بره، وهسيب الحته اللي تحت اللي في اخر زاويه العين دي مفتوحه، مش هقفلها مع الاي شادو اللي في العيون من فوق. بعد كده هبتدي اسحب بالشكل ده، اسحب اللون. شايفين انا يعني بايد خفيفة خالص ببتدي ادمج الاي شادو مع بعض. ابتديت اخد اللون البني وبعد كده ابتديت افتح لون خالص من درجات البني. شايفين بقى الشياكة والدم كأنها عيون حقيقية بالظبط. يعني بجد وانا بشتغل كأني شغالة على عيون حقيقية. وبكده اكون خلصت اللوك كله، ده الفاينل لوك. ويا رب يكون الميك اب عجبكم، واعتقد ان ده اسهل واسرع سموكي اي شادو ممكن تعملوه في حياتكم كلها. وهتوحشوني قوي واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.